على بعد أيام قليلة تنطلق كأس العالم للأندية، والتي حظي المغرب بتنظيمها. كأس تنظم لأول مرة في إفريقيا وثاني مرة في دولة عربية بعد الإمارات العربية المتحدة. احتفالية كروية كبيرة جهزت لها ملاعب بمواصفات عالمية. الملعب الكبير لمدينة مراكش يتسع ل45 ألف متفرج، وبعد أكثر من عامين على افتتاحه احتضن تظاهرات عديدة وبات مستعدا للحدث العالمي نهاية العام. ملعب أكادير هو الآخر في آخر استعداداته لاستقبال الافتتاح الكبير للكأس العالمي. صرح رياضي سيضيف الكثير لجنوب المغرب، وسيحتضن أول مباراة لكأس الأندية بين الرجاء المغربي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. من الفرق المشاركة في الكأس العالمية أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، FC مونتير المكسيكي بطل كونكاكاف، الفريق البافاري الكبير البايرن الذي اكتسح كل الألقاب الكروية الممكنة، أتلتيكو مينيرو بطل أمريكا الجنوبية بنجمه الكبير رونالدينيو، جوانزو إيفرجراند الصيني بطل كأس آسيا، الأهلي المصري ممثل القارة السمراء وبطل كأس أفريقيا، والرجاء الرياضي الملقب بالعالمي صاحب التجربة الكبيرة والذي سبق له أن حظي بحضور أولى نسخة لكأس العالم للأندية، كان ذلك سنة 99 900 و1000. المغرب إذن يسترجع أمجاد الكرة المغربية، لعله يعيد تلك اللحظات الخالدة في أذهان كل المغاربة.